ان شاء الله النهارده هنتكلم على خدمه هترفعها على موقع خمسات، والخدمه دي بعد ما ترفعها على الموقع هتضر عليك فلوس كتيره جدا. هنعرف كل التفاصيل ان شاء الله بعد الانترو، فخليك متابع معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله النهارده هنتعب في خدمه هنعملها في البدايه خالص، والخدمه دي بعد ما نعملها ان شاء الله هتجيب لك فلوس كتير. بعد ما ترفعها على موقع خمسات، ايه الخدمه اللي هتجيب لي فلوس كتير دي؟ انت لما العميل يجي يطلب منك الخدمه دي انت مش هتتعب، يا دوبك بس هتعمل له ابلود للخدمه بتاعتك والعميل هيدفع لك مقابلها فلوس. بص يا سيدي، في خدمات كتير من النوع ده، خدمات قريبة كده لخدمات الدخل السلبي. يعني ايه؟ انت لو عملت كتاب وبعته في منصة مثلا زي منصة كندل على امازون، مش انت دي دخل سلبي؟ دخل سلبي. الفرق ما بينك وما بين خمسات انك رافع الكتاب في المنصة بتاعت كندل بتاعت امازون، والعميل كل اللي عليه انه بيشتري الكتاب والفلوس بتنزل على حسابك دايركت. زي برضو التيشيرتات على موقع تيسبرينج، انت لو رفعت التيشيرتات على موقع تيسبرينج او ايا كان مواقع البرنت اون ديماند، المواقع دي انت بترفع عليها التصميم بتاعك والعميل بيشتري التصميم اللي بيطبع على التيشيرت، والتيشيرت بيطبع له وبتبعت للعميل وانت بتاخد نسبة. الكلام ده بالظبط انت ممكن تعمله في موقع خمسات. طيب هتعمل ايه بالظبط؟ هتعمل تصاميم معينة، هتعمل كتاب، هتعمل مثلا خدمات تعليمية، كل ده ممكن تحمله على موقع خمسات وتبيعه على موقع خمسات. انا مش بكلمك كده من فراغ، انا بكلمك عن طريق تجربة انا عملتها على موقع خمسات والحمد لله جابت لي فلوس كويسة على الموقع. خلينا نبص على موقع خمسات والتجربة بتاعتي اللي انا عملتها في الموقع. هندخل هنا على موقع خمسات. الهوية حاليا غير موثقة عشان بعمل فيديو ان شاء الله في توثيق الهوية، ان شاء الله هتشوفوه قريبا. طيب هنا هندخل على الخدمات. دي الخدمات بتاعتي. شايف انت الكتاب ده؟ كتاب اسمه دليل دورات المصمم الجرافيكي. الكتاب ده انا بايع منه كام نسخة؟ مشترين 17 واحد. 17 واحد. نجيب الكالكوليتور، هنضرب 17 في، ولكن اقل واحد هيشتري الكتاب ب$5، $85. الدولار دلوقتي مثلا 60، 5100. طيب بص يا سيدي، الكتاب ده عبارة عن كام صفحة؟ 7 صفحات. الكتاب ده عبارة عن 7 صفحات، وانا عملت فيديو هنا لو حابب تسمع الفيديو تعرف ايه اللي في الكتاب. ادي الصفحة التانية والتالتة والصفحة الرابعة والخامسة والصفحة الستة والسبعة. الكتاب ده عملته في يوم واحد بس، تمام، وحققت من خلاله حوالي 17 مبيعة، وال18 في الطريق. النهاردة في واحد طلب مني الخدمة وانا المفروض في انتظار تسليم الخدمة. طيب الكتاب عبارة عن ايه؟ عبارة عن دورات انا عملتها، مش انا اللي عملتها، يعني دورات انا مشيت عليها وذاكرت فيها مجال الجرافيك وعملت الدورات دي في لينكات داخل الكتاب، والعملاء بتشتري الكتاب ده علشان تنتهج الطريق اللي انا اخدته في مجال الجرافيك. فالكتاب ده زي ما قلت لك انا ما تعبتش فيه، العميل بيشتري الخدمة، وبعد ما بيشتري الخدمة انا برفع له الكتاب فقط، وفي الاخر بينزل لي رصيد على حسابي. دي حاجة بسيطة ممكن تعملها على موقع خمسات. الحاجة التانية اللي ممكن تعملها على موقع خمسات الخدمات التعليمية. انت لو عملت كورس معين، الكورس ده سجلته يا سيدي ورفعته على مثلا موقع خاص بيك، تمام، ممكن تنزله خدمة هنا على موقع خمسات. حتى لو انت مش معاك موقع الكتروني، سجل الكورس بتاعك مثلا على درايف، بحيث ان العميل لما ياخد الكورس ده تبعت له الكورس على درايف، جوجل درايف يعني. طيب ايه الخدمات التانية اللي ممكن تجيب لك فلوس من غير ما تتعب فيها؟ التعب كله بس بيكون في البداية وبعدين العميل بيطلبها. ممكن خدمة القوالب الجاهزة والشخصيات. خلينا نبص على كده على موقع خمسات ونشوف الدنيا بتقول ايه. هنا كان في خدمات تصنيف. نخش على التعليم عن بعد، ونيجي مثلا تعلم التصميم. في ناس كده هنا رائدة في المجال ده، في الحتة دي باعت خدمات كتير. هنا الراجل ده عامل دليل ملفات الجرافيك والمشاريع المجانية للمصممين، 139 موقع مقابل $5. يعني هو عامل لك كتاب حاطط لك فيه المواقع فقط، تمام، انت بتشتري الكتاب
وبتحصل على 139 موقع. هنا دي دورة التصميم الجرافيكي زي ما قلت لك، انت بتعمل دورة وبترفعها. هنا دورة تعليم الانفوجرافيك مع شهادة معتمدة. هنا كتاب علم الانفوجرافيك، انت بتعمل كتاب بترفعه على الموقع وبيجي لك مثلا هنخش على الكتاب ده. شايف الكتاب الراجل باع حوالي 41 مشتري ب$5. طيب هنحسب مثلا القيمة بتاعته دي 41 في $5، $205. باع ب$205. هو مش تعبان، هو تعب فيه أول مرة وخلاص يعني، فاهمني؟ طيب ندخل على صاحب الخدمة، لأن الراجل ده أنا يعني متابع الخدمات بتاعته وشايف الدنيا ماشية فيها ازاي. الراجل ده محترف في الجزء ده، في خدمات كتير عنده اللي هو ايه ممكن يتربح من خلالها. هو بس تعب فيها أول مرة وبعدين بيرفعها اوتوماتيك دايركت على طول على المشتري لما بيشتري الخدمة. هنا في دورة اعملها هنا تصميم، ماشي سيبك من التصميم ده. هنا مكتبة شخصيات، هو عامل مكتبة شخصيات، بس هنا في شخصيات كده هنا من فريبك. اعتقد يعني لو 5 راجعوها دلوقتي هيرفضوا له الخدمة، لان في شخصيات كتير من موقع فريبك. هنا الشخصيات دي اصلا موجودة في فريبك. هنا فيها قالب باوربوينت. هنا مكتبة جرافيك بصيغة BNG وBSD فيها 10,000. ففي حاجات كتير عنده هنا، ايقونات، حاجات كتير انت لو جمعتها او بس لازم الحاجات دي الايقونات مثلا او الملفات الشخصيات او اي حاجة انت موجودة هنا لازم انت تكون اللي عاملها. مش هتجمع الحاجات دي من مواقع معينة وترفقها هنا وتقول هبيع الخدمات دي، لا ما ينفعش. لازم الحاجة انت تكون انت اللي عاملها وانت اللي مصممها بنفسك. طيب خلينا ننزل تاني. هنا زي ما قلت لك هنا كورسات تعليم اساسيات الوورد، مش لازم بقى مثلا حاجات جرافيك، لا في وورد، في اوتوديسك 3D ماكس قصدي، في سوليد وورك تدريب على برنامج السوليد وورك. ففي خدمات انت ممكن تتعلمها هنا. الخدمات الغير موجودة او التعليم عن بعد ده من الحاجات المهمة جدا والحاجات اللي ممكن تكسب فيها فلوس كويسة جدا. تمام. فشوف انت عارف تدرس ايه، وصور الكورس ده مثلا وارفعه على جوجل درايف، بحيث ان المشتري لما يشتري الخدمة تبعت له اللينك، وبكده انت درست له الكورس اللي هو عايز يشتريه. او ممكن تعمل كتاب عن الحاجة اللي انت عارفها. عملت كتاب هترفعه على موقع خمسات، اول ما يجي لك حد هيشتري الكتاب ترفع له الكتاب فقط وهتاخد مكانه فلوس. فما تضيعش الفرصة دي. هتعمل مثلا كذا خدمة هجيبوا لك ان شاء الله عائد. دي كانت اهم الخدمات اللي ممكن تجيب لك عائد من غير ما تتعب فيها، وان شاء الله اكون فدتكم في الفيديو ده. ما تنساش طبعا تدعمنا باللايك والسبسكرايب للقناة وتابع فيديوهاتنا، لان الفترة اللي جاية احنا مكملين في سلسلة موقع خمسات وهنعرف منه حاجات كتير ان شاء الله. فخليكم متابعينا واشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.